الوصفه ديال اليوم اللحم مشوي في الفران كيجي ناجح فتي ولذيذ كيدوب في الفم. وحتى بالنسبه للتتبيله راها متوفره في كل بيت. خليكم معايا ما نطولش عليكم، دوزو نشوفوا الطريقه والمقادير وغنبداو على بركه الله. بالنسبه للحم كديروا الجهه اللي كتفضلوها، والكميه كتبقى على حسب عدد افراد الاسره. انا هنا عندي واحد الفخذ اللي صغير، درت فيه دوك فليحات صغيورين لانه صغير دغيا كيطيب، وعندي نص ديال الكتف صافي غنخليهم على جنب. وغادي ندوز نحضروا التتبيله ديالهم. بالنسبه للتتبيله هنا عندي 2 معالق ديال كبار ديال السمن مذوب. بالنسبه للسمن انا عندي خفيف ماشي مجهد. الا عندكم السمن يعني مجهد او ريحته قويه فتقدروا تخلطوا ما بينه وبين الزبده. بالنسبه للتوابل عندي معلقه كبيره تاع الملحه، معلقه كبيره ديال الفلفله حمراء اللي هي التحميره، معلقه كبيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال الكمون، معلقه كبيره مع مرش ديال السكينجبير، ونص معلقه ديال الخرقوم البلدي، شويه ديال زعفران الحر. صافي غنخلط المكونات مزيان وغادي نضيف واحد 4 كاس ديال زيت نباتيه. صافي هذه هي التتبيله اللي عندي. كيف قلت لكم في الاول راه التتبيله شي حاجه اللي ساهله، ما كنكثروش بزاف ديال التوابل باش هكذا يبقى لنا داك المذاق ديال اللحم اللي كيكون مشوي في الفران كيكون باين، ما كتغطيش عليه قوه التوابل. صافي كيف كتشوفوا انا هنا دهنت اللحم ديالي مزيان وكنحاول نغطيه كامل. اصلا الوصفه سهله يعني كنحضروها بالزربه وكنخشيو اللحم ديالنا في الفران وكنخليوه يطيب على خاطرو. هنا من بعد ما دهنت اللحم ديالي بهذيك التوابل غادي ندير 5 ديال فصوص ديال الثومه كنحطهم تحت اللحم. غادي ندير واحد البصيله اللي كنقطعها طريفات كبار، وغادي ندير عريشات ديال الازير، وغادي نغطي اللحم ديالي بورق الطهي هو الاول نغلفو مزيان، ومن بعد غنغطيه بالورق الالومنيوم وغنسد عليه مزيان. خليكم معايا غادي تشوفوا كلشي في الصور ونولي معاكم. كيف كتشوفوا انا كنحاول نغطي اللحم ديالي مزيان بداك البابي الومنيوم باش هكذا البخار يبقى لداخل ويطيب ليا اللحم بسرعه ويجيني فتي. بالنسبه للفران كنشعلو على نار عاليه باش يسخن مزيان. من بعد كنخشي اللحم ديالي من الفوق، يعني العافيه كتكون من التحت. كنخشي اللحم كنخليه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق حتى 12 دقيقه حتى كنحس به بدا كيطيب بنار عاليه. من بعد كنزل الحراره المتوسطه وكنخليه تقريبا واحد ساعه ونص. عاده كنحل عليه كنشوف كنجرب واش طاب اولا ما طابش. بالنسبه لي انا هنا حليت عليه من بعد ما درت ساعه ونص لقيته باقا خاصه واحد ربع ساعه، فغطيت بسرعه ورديته يطيب. صافي من بعد ملي غادي يطيب اللحم ديالي غادي نحيد عليه البابي الومنيوم من الفوق وغندخلو النار تكون شاعله من الفوق باش هكذا يتحمر ليا الوجه ديالو ونخرجو. يعني في التحمر تقريبا كيتحمر في واحد 7 دقائق ما كياخذش الوقت بزاف. غير هو واحد الملاحظه ملي كنحمروا اللحم ديالنا وكنجبدوه كنعاودوا نغطيوه بالبابي الومنيوم باش هكذا ما يقسحش لينا ويرجع فيه الصهد ديالو ويبقى لنا رطب وفتي حتى الوقيته اللي نبغيو نقدموه. وهادو هما اللحيمه ديالنا من بعد ما كيتحمروا في الفران كنخرجهم. غادي نعاود نغطيهم بالبابي الومنيوم حتى نبغي نقدمهم وعاد كنحيدو باش هكذا ما يقسحش معنا كيف قلت لكم في الاول. هذا هو الطبق النهائي ديال اللحم ديالنا. بالنسبه لي انا ما عنديش حتى شي مناسبه يعني غير انا ووليداتي، فقدمته بالخضره اللي متوفره عندي في الدار. وحاولت ندير بطاطا فريت لان البطاطا الاخرى ما كياكلوهاش الوليدات، وكيف كتعرفوا راهم كيفضلوا ديما الفريت. صافي بالنسبه للتقديم او التزيين دائما كنزينوا باللي متوفر عندنا في الدار وكنقدموا اللي متوفر عندنا في الدار وكذلك على حسب المناسبه بطبيعه الحال. الوصفه ديال اليوم
هنا سالات غادي نقول لكم بحال ديما الا عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشتركوا في القناه، ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم. الى اللقاء، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. مع السلامه.